تتخيل ملك حكم مصر 67 سنة وبنى أعظم المعابد وساب تماثيل عملاقة عمرها 3000 سنة، لكن الغريب إن موته نفسه كان لغز. رمسيس التاني أو زي ما العلماء بيسموه رمسيس الأعظم، ملك حكم مصر أكتر من 67 سنة وخلى اسمه محفور على كل حجر من الشمال للجنوب، لكن اللي قليل يعرفه إن نهايته كانت غريبة. بعد حكم طويل ومعارك ضخمة أشهرها معركة قادش، رمسيس وصل لسن الشيخوخة بس كان لسه قوي. ومع ذلك لما كشفوا عن موميته في القرن العشرين لقوا حاجة مش طبيعية. الملك كان طويل قوي وأسنانه باينة إنها تأكلت جامد وفي علامات التهابات شديدة، بس الغريب إن في كسور صغيرة في العمود الفقري واضطرابات في المفاصل، وده خلى العلماء يسألوا هل رمسيس مات بسبب الشيخوخة بس ولا كان في مرض معين. بعض الدراسات قالت إنه كان عنده التهاب مفاصل حاد جدا خلاه يعاني آخر سنين حياته، وفي فريق تاني قال إنه كان بيعاني من تصلب شرايين خطير وده ممكن يكون السبب. أما أغرب اكتشاف فكان وجود بقايا علاج وزيوت كانت غريبة على المومياء، وده خلى بعض العلماء يعتقدوا إن الكهنة حاولوا بكل الطرق إنهم يحافظوا على جسم الملك كأنه كان مهم بالنسبة ليهم، وده كان بشكل استثنائي أكتر من أي فرعون تاني. المومياء نفسها سافرت فرنسا سنة 1976 علشان تتعالج من فطر كان بياكل في نسيجها، وتم استقبالها باستقبال رسمي كأن الملك لسه عايش. تحيا مصر كانت على السجادة الحمراء لفرعون رجع يتعالج. لحد النهاردة سبب وفاة رمسيس الثاني مش معروف 100%، بس الحاجة الوحيدة المؤكدة إنه واحد من أكتر الناس اللي سابوا أثر ومازال اسمه بيتهتف لحد النهاردة.